النهارده هنتكلم انت تعمل ايه في حاله لو تم اعتقالك من محيط مظاهره بتتم في الشارع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان تم اعتقالك من قبل قوات الامن المركزي او من قبل افراد المباحث بزي مدني. اللي بيحصل لك على طول ان هو اول ما بيتم اعتقالك بيتم ايداعك في سياره ترحيلات، وبعد كده بيتم ترحيلك لاسم الشرطه اللي انت قريب منه. اول ما بتوصل اسم الشرطه بيتم عمل محضر ليك وبيتم فيه اتهامك بمجموعه من الاتهامات. طيب اثناء ذلك قد تتعرض لحفلات من الضرب المبرح بتسمى، او حتى سواء عند القبض عليك او لما بتروح القسم بتسمى حفله استقبال، او اثناء عمل المحضر، وخصوصا لو هم عاوزين يعملوا احراز وعاوزين يعرضوها قدامكم فيحطوا احراز ليكم ويقولوا لكم لازم هتوقفوا تتصوروا امامهم. هنا انت في حاله الاحراز انت قدامك حل من الحالتين. الحل ده بيتم تحديده بناء على نفسيه حضرتك انت. بمعنى ايه؟ بمعنى انت لو نفسيا شايف انك تقدر انك ترفض انك تتصور قدام الاحراز، وقد تتعرض بسبب الكلام ده لضرب مبرح، خلاص، ولكن ده هيخليك مستريح نفسيا، فارفض. لو انت شايف ان لا، انك مش هتستطيع انك ترفض كده، انك لو انت رفضت واتضربت انت هتشعر انك تم اهانتك وانك مش هتبقى مستريح، فلا، وافق ومفيش مشكله. انت هتنكر تاني يوم قدام عرض النيابه اللي حصل. موافقتك على انك تتعرض قدام احراز متلفقه ليك او لا، انت اللي بتقرر بناء على نفسيتك. برضه لازم اوضح لك حاجه، ان هو لو ضربوك في الغالب في الاخر بيتم تكتيفك عشان تتصور قدام الاحراز. الفرق هنا ايه؟ ان بيبقى عليك اثار ضرب، فواضح ان انت تم تعذيبك، فده شيء انت بتقدر تثبته في محضر النيابه بشكل زياده. بعد كده بياخدوك ويحطوك في الحجز تحت. اول ما بتخش الحجز في دور مهم انت واصحابك لازم تعمله. اولا هتفكر انت هتقول ايه قدام النيابه، انت كنت فين، بتعمل ايه في المكان ده، خلاص، والادله بتاعتك. رقم 2، هتخلي بعد اذنك واحد من زمايلك يكشف عليك، هيشوف ظهرك، خلاص، المناطق اللي انت ما بتشوفهاش، وانت تكشف على جسمك كله وتشوف لو في اثار كدمات او اثار ضرب، علشان تاني يوم قدام النيابه هنحتاج ان احنا نثبت الكلام ده. طبعا هتحاول تتواصل مع اهلك وتقول لهم انت هتقول ايه قدام النيابه، وهيجهزوا لك المحامي ويجيبوه لك الصبح، خلاص، وهيبقى اسم المحامي ايه، او هيبقى فيه مثلا كلمه مثلا لو هو قالها لك يبقى انت عارف ان ده المحامي بتاعك. صباح اول يوم القبض عليك، دلوقتي انت تم القبض عليك، ودلوقتي انت بتتنقل لمقر النيابه، او النيابه بتجيلك لغايه اسم الشرطه خدمه دليفري، خلاص، وبتطلب من حضرتك ان انت تطلع لها علشان يتم عرضك عليها. هنعمل ايه بقى؟ هيتم اصطحابك من غرفه الحجز، الزنزانه اللي انت قاعد فيها، للدور الثاني، ده لو في حاله ان النيابه جات لك لغايه الاسم، او هيتم اصطحابك لعربيه الترحيلات، وهتروح من عربيه الترحيلات لمقر النيابه العامه، هتتحط في حاجه اسمها الحبس خانه، وبياخدوك واحد واحد تطلعوا على النيابه العامه. اول ما بتخش بقى على الباشا وكيل النيابه بتعمل ايه؟ الباشا وكيل النيابه بيبقى قدامه شنطه الاحراز اللي الاسم ملفقها لك وحاططها، خلاص، وبيفتحها قدامك وبيبتدي يعرض عليك الاتهامات. انت اول ما بتخش المفروض بتلاقي المحامي بتاعك، لو ما لقيتش محامي بترفض العرض قدام النيابه وبترفض استكمال التحقيق. لازم تصر على النقطه دي، انت ما بتحضرش تحقيق نيابه عامه الا بحضور المحامي بتاعك. طيب اتاكدت ان المحامي اللي موجود ده تبعك، هتبتدي تعمل ايه؟ اول حاجه، اول ما وكيل النيابه يبتدي يفتح المحضر، تقول له بعد اذن حضرتك انا عاوزك تعمل معاينه للاصابات اللي موجوده فيا، وتبتدي بقى، انا والله حصل عندي اصابه في راسي في شكلها كذا كذا وباينه الكدمه اهي قدامك، عندي اصابه كذا في ظهري، ولازم تتاكد ان هو بيكتب، المحامي يتاكد كمان ان هو بيكتب كل الاصابات دهيت، كل الاصابات دي. وبعد كده بعد ما تنتهي هو ينتهي من مناظره الجسد يعني، واثبات كل الضرب اللي حصل والتعذيب اللي حصل فيه، هتبتدي تقول مين اللي عمل فيك كده. فبمنتهى الصراحه هتقول انا بتهم امناء اسم شرطه الفلاني الفلاني انا كنت مقبوض فيه ان هم عملوا كذا، ويا سلام لو معاك اسماء كمان بقى منهم، فهتقول والله انا بتهم الضابط فلاني الفلاني باسمه، والامين فلاني الفلاني باسمه، خلاص. دي حاجه كمان هتثبت ان تم اهانتك لفظيا، لو في اي اهانات لفظيه خلاص ده اسمه تعذيب نفسي، فحضرتك بتثبت ان تم تعذيبك نفسيا عن طريق بقى ايه؟ ان هو سخر من دينك، او سب الدين، او سخر من انتمائك السياسي. دي كلها انتهاكات قانونيه. ملحوظه بسيطه بقى، لو انت في المظاهره اللي انت اتقبض عليك من محيطها انت عارف ان في مواطن مصري تم قتله من قبل قوات الشرطه او الجيش،
فبرضه قبل ما يفتح المحضر ويبتدي يتهمك لازم تثبت ان انت كنت شاهد عيان على قتل متظاهر او على قتل مواطن مصري ما كان بيمر عادي في الشارع من قبل ضباط الجيش او الشرطه على حسب اللي انت شفته. فانت لازم تثبت الاتهام ده لو في حاله ان تم قتل شخص في المحيط اللي انت تم القبض عليك فيه، لان ده في الغالب بيبقى اتهام الشرطه مجهزه لك انت. هنفترض بقى ان وكيل النيابه رفض انه يثبت الكلام ده كله، حضرتك ببساطه شديده بترفض استكمال التحقيق وبترفض تمضي على محضر التحقيق، والمحامي بتاعك بيطلع يبعت بلاغ للنائب العام بيتهم فيه وكيل النيابه بالانحياز للشرطه وان هو رفض ان هو يثبت اقوال موكله في محضر التحقيقات. هيبتدي بقى التحقيقات بتاعتك، هيقول لك الاتهامات انت متهم في 1 2 3 4 5 ويبتدي يحقق معاك في كل واحده من دول. حضرتك الرغي كتير ما بيفيدش. بمعنى ايه؟ يعني انت متهم بكذا كذا ما حصلش، انت متهم بكذا كذا انا بقول ما حصلش. لازم بقى هو هيسالك يقول لك طب انت اتقبض عليك في المكان ده ازاي؟ هنا بقى هيجي الاجابات اللي انت المفروض انت عارف انت رحت المكان ده ليه وكنت رايح تعمل ايه. فهتقول له والله انا كنت في المكان ده امبارح علشان كنت بشتري مثلا هدوم، كنت رايح اشتري هدوم مع صحابي، او كنت رايح اشوف عربيه، او كنت رايح ازور اهلي. يفضل كمان ان لو انت تم ضربك ان تكون لو عرفت تتفق مع زملائك انهم يكونوا شهود عيان معاك ان فلان الفلاني احنا نشهد ان هو تم ضربه من قبل ضباط فلان وفلان وفلان، وتطلب اثبات ده في محضر التحقيقات. يعني انا بطلب شهاده فلان وفلان وفلان اللي كانوا معايا في الحجز ان هم كانوا شهود على حاله الاعتداء عليا او ضربي. هم برضو يقدروا يعملوا كده ان هم يخلوك انت كمان شاهد على حالات الاعتداء. نقطة بقى أخيرة الشباب بيخطئوا فيها أحيانا، إنك بتبقى عاوز تروح تاني يوم لوكيل النيابة شكلك محترم بعد طبعا ما اتضربت وزيك اتقطع والكلام ده كله، فبتطلب من أهلك إن هم يجيبوا لك هدوم بالليل عشان تغيرها. ده طبعا أكبر غلط. روح للنيابة بنفس الهدوم اللي أنت اتضربت بيها واللي تم اعتقالك بيها عشان تثبت إن أنت الهدوم اللي اتقطعت دي واثار الدم ده من الضرب اللي انا والاعتداء اللي تم عليا. وبعد ما تنزل من النيابه يا سيدي غير هدومك زي ما انت عاوز. الموبايل بتاع حضرتك خد بالك ان هو بيكون معاك بيبقى حرز وبيتعرض مع وكيل النيابه، وفي الغالب بيبقى الموبايل مفتوح. فلو اهلك ما قفلوش خط الموبايل، ودي نصيحه احنا قلناها في الفيديو اللي قبل كده ان دي من الاجراءات اللي لازم تتعمل في الاول، انك تتصل بشركه المحمول عشان تقفل خط الموبايل. هتفاجئ ان في ناس احيانا بتتصل بيك اثناء تحقيقات النيابه او وكيل النيابه حاطط الموبايل قصاده. ويا سلام بقى لو انت كمان بقى حاطط له نغمه ثوريه او نغمه بقى ايا كان، فانت بتنكر والموبايل بيثبت. فخد بالك برضو من الحاجات دي، ان الموبايل اصلا المفروض ما يكونش عليه نغمات زي كده، والموبايل لازم يكون موبايل صغير مش موبايل حديث. كده احنا قلنا لكم المفروض نعمل ايه في تحقيقات النيابه، ودي حاجات ضروريه ناس كتير جدا بتغفل عنها، وخصوصا نقطه اثبات ان تم تعذيبك لازم يتثبت في محضر النيابه. شكرا.